السلام عليكم. رجل لم أرى مثله، كان يجمع مالا، كانت تجارته من الصين حلالا، حتى بلغ ما جمع 5 ملايين من الريالات. هنا قرر بعد عناء 7 سنوات شراء بيت له ولأولاده ليسعدوا، بل وسيارة لكل ابن له، بل قرر أن يشتري ذهبا ويهديه لوالدته. أخذ المال معه، وصل لشراء البيت. هنا كانت المفاجأة. قالوا: نعتذر لك، لا تستطيع شراء البيت ولا السيارات ولا الذهب لوالدتك، فما جمعت من أموال كانت مزورة. قال: كيف بتعبي وكدي سنوات؟ لقد كنت أحرص أن تكون بالحلال. قالوا: نعم، ولكن دخل عليك لص خفي وكان يمدك بأموال مزورة وأنت تقبلها بلا تمحيص، بل ونعتذر لك، قد يتم التحقيق معك وحبسك بتهمة التزوير إذا لم تأت بمن أمدك بالمال واعترف. انتهت حياة هذا الرجل بسجنه، وانتهت آماله، فقد أولاده ووالدته، وطويت كل أحلامه. هذا أحبتي مثل، ولله المثل الأعلى. هناك من يأتي بصلاة وزكاة وعبادات، فإذا جاء يوم القيامة لم تقبل منه لأنها كانت مزورة بالرياء. فكان ينفق ليقال كريم، وكان يقرأ القرآن ليقال قارئ، وكان يجاهد ليقال شجاع. وليتها لم تقبل فقط، وإنما سحب على النار، فانتهت أحلامه وآماله. فما أروع أحبتي أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، فنسعد بجنته، ولا نكون ممن قال الله عنه: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وصلى الله على نبينا محمد بعدد من أخلص العمل وبمن غفل. هذا المقطع برعاية